واش عمرك جربتي تفهم الدرس بالدارجة باش تحفظه؟ تقدر تبان لك واحد الطريقة غريبة ولكن Hi guys, how are you? I hope you're doing good. So في هذا الفيديو غنعطيكم اغرب طرق ديال القرايه اللي كنستعملهم انا، وخليوني نجيب هاد النقاط زوينين بحالكم. بغيتو تجيبوهم حتى نتوما كملوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش لايك سبسكرايب وليتس جو نبداو. اول نصيحه، فاش يكون عندك شي درس باغي تفهمو مزيان غتمشي تشرحو للحيط ولا مخده. تقولوا لي بوتينا تسطيتي، نقول لكم لا والله راه احسن طريقه كنستعملها هي فاش كنشرح للحيط ولا نخدك كنلقى راسك فهمت مزيان. تقولوا لي كيفاش؟ نقول لكم مثلا الدرس ديال الحرب العالميه الاولى تكونوا فهمتوا داكشي مزيان وكذا، تكونوا راجعتوه، غبغيتوا تختبروا راسكم تشوفوا راسكم واش داكشي كنتو كتقراوه ولا فريمون حافظينه. نمشيو عند الحيط والمخده تقولوا لهم كنت بدات الحرب العالميه الاولى كنت استعلت بطبيعه الحال حيت ما جامت ما جاوبوكش. تقولوا لهم ماشي ما عرفتش وقتاش بدات الحرب العالميه الاولى، راه بدات كذا كذا. وفي الاخر تلقى راسك فهمتي وحفظتي داكشي مزيان بطريقه ممتعه. والله كنصحكم الا كنتي كتجمع الدروس ديال الاجتماعيات حتى الدقيقه 90 بحالي، الطريقه غتنفعك حيت انا كنديرها وكنجيب نقطه زوينه. غادي تمشي تصور الدرس لشات جي بي تي، غتقول لي عافاك لخص ليا هاد الدرس في نقاط مهمه بزاف، يعني اختصر ليا دير ليا ملخص بسيط بلاص ما تقلب على ملخصات في يوتيوب يكونوا غالطين ومعلوماتهم قلال ولا ماشي داكشي، زعما ماشي نفس داكشي اللي عطاكم الاستاذ. تمشي تصور شات جي بي تي تقول لي عافاك احترم ليا داكشي اللي كاتب ليا الاستاذ في الدرس، ولكن لخصوا ليا بطريقه زوينه وسهله. ماشي داكشي عطاك شات جي بي تي عطاك داكشي وصافي تحفظو، لا اش قرا مع الدرس اشوف واش عطاك النقاط المهمه، واش داكشي هو هذاك، واش حفظو، واش كون سهلت عليك بزاف ديال الساعات ديال القرايه. حتى انا مشيت انا حيت الدقيقه 90 راه كيكون عندي شي 5 دروس دغيا كنزرب عليهم كنصورهم شات جي بي تي. الله يرضي عليه والله الا طريقه فعاله بزاف. بلاص ما تحفظ الدرس بطريقه ممله وحامضه وتحفظ كل حاجه بوحده ويجي داكشي حامض وتنسى عليه نهار الامتحان، علاش ما تحفظوش بالدارجه المغربيه؟ علاش ما تفهموش بالدارجه المغربيه وتحولوا على شكل قصه ولا مسلسل ولا روايه؟ هذه صورة توضيحية. هنايا كيدويو على الثورة الفرنسية ومحولينها على شكل قصة، بحال هكا خصكم تحولوا للدروس. وتيقوني هاد الطريقه والله حتى كتنفعني ودائما كنديرها. كنبدا في القصه كان يا مكان في قديم الزمان كان واحد الامير بحال هكا. القصص ديال شحال هادي ديال الشمعيات كنحول على شكل قصه وكنلقى راسي فاهمه تسلسل الاحداث وداك الشيء زوين قسما بالله. فاش تجي بحال هكا تحول الدرس القصه سوا راسك شنو وقع، شكون دار هادي، شنو وقع موراها، شكون هادي، فهمتوا؟ شرحوا راسكم شرحوا راسكم براسكم وحاولوا الدرس على شكل فيلم او مسلسل وتخيلوا المهم داكشي زوين بزاف وغتعقلوا على الدرس بطريقه سهله بزاف. بلاصه ما تقول على راسك حفظتي وكلشي مزيان وتوصل لقاعه الامتحان تلقى راسك نسيتي كلشي. لقيتي اللي قلتي انك حفظتي غتحط داك الكتاب اللي كنتي كتحفظ فيه ولا الدفتر وتهز ورقه بيضاء وتكتب فيها كاع الافكار الاساسيه ديال داك الدرس وداكشي اللي كنتي كتحفظ فيه. بهاد الطريقه غادي تعرف راسك واش كنتي غا كتحفظ ولا فعلا كنتي داكشي كترسخو في راسك. فيما كتبتي الحاجه في ورقه بيضاء ولقيتي راسك انك غتمشي تاكد من الدفتر ولا الحاجه اللي كنتي كتحفظ فيها، لقيتي ناقصه شي حاجه تعاود نفس الحاجه غتفهم داكشي مزيان عاوتاني. تعاود 5 دقائق 10 دقائق تعاود تهز ورقه بيضاء وتعاود دير نفس العمليه 4 5 المرات حتى تلقى راسك داكشي. وحال هنا ونهار الامتحان ما تبقاش واحد، فهمتي؟ هذه لافان ديال الفيديو، كنتمنى تكون فاتكم وقولوا لي الفيديو الجاي شنو ندير. وصراحه هاد الطرق اللي قلت لكم قسما بالله راه هما اللي خلاوني انني نجيب نقاط زوينين والحمد لله. وحيت راه القرايه ماشي غا جهد وماشي غا تماره، راه القرايه متعه وخاصك تقراها، خاصك تعلم طريقه ترفيهيه باش المعلومه ترسخ لك في عقلك ويكون داكشي زوين وناضي، فهمتوا؟ هادشي اللي كاين. السلام عليكم، قولوا لي شنو ديال الفيديو الجاي.